فلوريدا بتعاني في الفترة الحالية من مشكلة كبيرة في انهيار في أسعار البيوت. ليه؟ يعني في كتير دلوقتي معروض للبيع في السوق في فلوريدا. فالدنيا مخليه الأسعار عمالة تنزل جامد بسرعة. المعروض كتير أكتر من المطلوب. فلوريدا طبعا ولاية فيها جمال طبيعي رهيب. فيها كتير من السكان، او من اصحاب البيوت فيها بيبقوا عندهم ده كبيت تاني. يعني مش البيت الاساسي، بيبقى سايبه عشان الصيف، عشان الفسح، عشان الحاجات ديت، عشان الشتاء كمان مش الصيف. خلي بالك هي احلى في الشتاء، لان الشتاء مثلا عندنا تلج، فالناس بتروح من عندنا بتروح تقعد، خصوصا كبار السن بيروحوا يقعدوا هناك في الشتاء عشان يبقى جو حلو وجميل لطيف هناك. ناس كتيرة بتبيع حاجات هناك، خصوصا من كندا. كندا عندها مشكلة دلوقتي مع دونالد ترامب، وبيستهدفوا الولايات الجمهورية، وفلوريدا ولاية جمهورية. ففي في نفس الوقت الجافرنر او الحاكم دي سانتس، حاكم ولاية فلوريدا، طلع بكلام جديد. مش عارف دوت مدى تطبيقه هيبقى عامل ازاي. بيتكلم عن البروبرتي تاكسز او الضريبه العقاريه، اللي هي رقم كبير، اللي هي مشكله حقيقيه. يعني مبلغ محترم بيدفعوه اصحاب البيوت، سواء بشكل شهري او كل 3 شهور او كل سنه على حسب المنطقه. بالمناسبة، الضريبة العقارية في فلوريدا مش كبيرة قوي زي حتت تانية. أنا عايش في نيوجيرسي، أعلى ضريبة عقارية في أمريكا. الضريبة العقارية بتدفع حاجات كتيرة في البلد، يعني هم بيستخدموا الفلوس بتاعتها للتعليم والحاجات كتيرة. بيعملوا لها فند بيدفعوها بيها جوه البلد، والطرق وغيره وغيره يعني. رقم بيتكلموا على ملايين، يعني رقم كبير جدا بياخدوهم ده بالبراورتي تاكسز كل سنه في فلوريدا. يعني الرقم دوت هو بيقول مش طبيعي ومش منطقي ان الناس تبقى عندها بيوت وتفضل تدفع المرجج بتاعها، ويخلص المرجج بتاعها ويفضلوا طول عمرهم يدفعوا في ضريبه عقاريه. ده doesn't make sense بالنسبه له. لو حصل الكلام ده، هيبقى دافع كبير لناس كتيرة ترجع تشتري بشكل كبير في فلوريدا، وأسعار البيوت هتروح نطة تاني فوق لو حصل الكلام ده. بس في نفس الوقت، الفلوس اللي هي بتيجي من الضريبة العقارية ديت اللي هي أرقام كبيرة، لما تقف هيعوضوها ازاي؟ هيجيبوا الفلوس ديت مكانها منين؟ هنشوف. هي خطة من حاكم بيطلع بحاجات كتيرة أحيانا بتبقى غريبة وغير منطقية. هنشوف هل فعلا هينفذ الكلام ده ولا لا. الموضوع هيمشي، لأن ده محتاج تغيير كبير جدا في القانون عشان يحصل الكلام ده. مش مجرد قانون عادي، ده هيبقى قصة كبيرة يعني تتعمل عشان يقدروا يعملوا الخطوة ديت. وبس، وتحياتي، مع السلامة.